السلام عليكم. في الفيديو اللي فات عملنا تجربة وهي اننا نشوف جدول برامج ام بي سي 3 في كل سنة من 2004 ل 2010، وبناء على طلبكم هنكمل في الفيديو ده من 2011 ل 2016. وكده كفاية قوي لان بعد 2016 حصل تدهور كبير جدا في اللي بيتعرض على القناة زي ما هنشوف. ويلا بينا نبدأ ونروح لسنة 2011. ده شكل الموقع اختلف شوية عن سنة 2010. في اعلانات هنا عن مسابقات باليويو، بليزنج تينز، الالعاب، القصص، المذيعين. ويلا نروح لجدول البرامج. نبدأ مع الفقرة الصباحية مع كرتون القطارات وميكي ماوس، وطبعا الكرتون اللي دايما موجود من 2004 توم وجيري. وهنا برامج فقرة نيكلوديان جونيور بدأت تتسرب في كل مكان. عندنا مغامرات دورة من أكتر البرامج المشهورة اللي اتعمل عليها ميمز، وفريق أوميزومي. ندخل على فقرة ديزني، ده مستحيل مكملة معانا من 2010. حياة الإمبراطور الجديدة، ده بتاع كاسكو. فارس وفادي بيحكي عن 2 اخوات بيعملوا حاجات مجنونة، واختهم سندس بتحاول توري ده لامهم دايما لكن بتفشل. فقرة قراءة الرسائل اللي ام بي سي 3 معروفة بيها، وهي العلامة ان الفقرة الصباحية انتهت. يوميات مدرسية لكنهم حاطين صورة كيت ضد كات، ده من عروض جيتكس، بيحكي عن ولد وقط، لكن في حقيقة الامر القط ده هو مخلوق فضائي، والولد ده بيحاول يثبت لكل الناس لكن محدش مصدقه. فروتي روبوت، ده كان كرتون الشخصيات بتاعته فواكه بتتحكم في روبوتات وفي حروب بتحصل بينهم، ويبان ان هو كرتون سخيف لكن بصراحة انا كنت بتفرج عليه. فقرة قراءة رسائل مرة تانية، وندخل على فقرة نيكلوديان واللي بيكون فيها سبونج بوب اساسي دايما، وعندنا معاه فان بوي وتشامشم. ده كان كرتون جميل بيحكي عن ولدين مهووسين بالقصص المصورة ومثلجات الثلج المثلجة. وتبدأ فقرة تشويق بلا حدود. ماكس ستيل، بيحكي عن ماكس اللي بالصدفة بيقابل فضائي اللي اسمه ستيل، وبيندمجوا مع بعض وبيحاربوا فضائيين، وماكس تقريبا بيكتشف انه نصه آلي ونصه بشري. كرة قدم المجرات، مباريات كرة قدم لكن بطابع خيال علمي. الفرق بتستخدم طاقة اسمها الفلوكس اللي بتديهم قدرات خارقة وقت الماتش. يوجي جي اكس مكمل معانا من 2010 برضو، والأول مرة برنامج تسالي أحلى عالم. فريق البطل 108 مرة تانية. فرقة الأشرار، ده كان 3D ومدبلج باللهجة المصرية. الجاسوسات مرة تانية. منزل فوستر، من كلاسيكيات كارتون نتورك. جورميتي، ده بيتكلم عن 4 أبطال بيقدروا يتحكموا في عناصر الطبيعة، المية والنار والهواء، وفي جمهور كبير للكرتون ده بالمناسبة. توم وجيري مرة تانية، ووصلنا لنهاية اليوم. وفيلم السهرة في اليوم ده كان بي موفي. دي كانت نهاية 2011، طبعا تغيير كامل عن جدول برامج 2010، لكن مستوى الحاجات اللي بتتعرض لسه ممتاز. نروح لسنة 2012، وللصدفة السعيدة اليوم العشوائي اللي اخترناه طلع في شهر رمضان. وبالمناسبة كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ده شكل الموقع. رمضان كريم، هلال وفوانيس رمضان. ونلاحظ اختفاء حسن من مذيعين القناة، وظهور 2 غيره هما مهند وأصالة. نروح لجدول البرامج ونشوف ايه اللي كان بيتعرض. الفقرة الصباحية، القطار توماس، تيلي تابيز، بارني الديناصور، برامج نيكلوديان جونيور، مغامرات دورة، وجو دييجو جو، ده نقدر نقول عليه النسخة الرجولية من دورة. توم وجيري اللي كده كده معانا. أحمد الشقيري في برنامج لو كان بيننا. طبعا بما إن الجدول ده في شهر رمضان طبيعي نلاقي برامج دينية كتير. قصص الأنبياء بالصلصال، طبعا من أيقونات شهر رمضان. برنامج أعرف أكتر مع حسن شاهين، ده كان برنامج ديني برضو. كرتون والتر ميلون. يوميات أندي، ده بيحكي عن أندي اللي بيعمل مقالب في كل الناس. فقرة نيكلوديان، والمرة دي بتعرض سبونج بوب والمراهقة الآلية. تسالي رمضان، هي تسالي أحلى عالم لكن غيروا الاسم. مسلسل رمضان أبو صيام، بيحكي عن منافسة في تزيين الشوارع بمناسبة شهر رمضان، وفي خلال الحلقات في الخلفية بيكون في حاجات زي الصداقة ومعاملة الجيران بطيبة، وشوية أسئلة عن شهر رمضان بيتم الإجابة عنها. أتمنى تكونوا فاكرين المسلسل ده. عائلة أبو راشد، ده كرتون عربي كوميدي، وبصراحة مش فاكر إني شفته على MBC 3. قصص الإنسان في القرآن، بيعرض قصص من القرآن الكريم. برنامج شوية عيال مع الممثل أحمد حلمي، معرفش حد فاكره ولا لأ. قصص الحيوان في القرآن، بيعرض قصص من القرآن عن الحيوانات زي هدهد سيدنا سليمان وناقة سيدنا صالح وهكذا. توم وجيري مرة تانية. عيش سفاري للموسم الرابع، طبعا برنامج عيش سفاري غني عن التعريف. أبطال المروحيات، ده زي سابق ولاحق لكن بطيارات التحكم عن بعد. فرقة الأشرار مرة تانية. سلاحف النينجا مكملة معانا لحد الموسم الخامس. وكرتون 99. دي كانت نهاية جدول 2012 في رمضان. في تنوع في البرامج وعروض الكرتون مقبولة نوعا ما، لكن طبعا مش زي السنين اللي قبل كده. نروح لسنة 2011. ده شكل الموقع. تقريبا مفيش حاجة اتغيرت عن السنة اللي فاتت غير طابع رمضان اللي كان موجود. وندخل على جدول البرامج.
صائدو الأشباح. ده كرتون قديم مبني على فيلم نزل سنة 84 بيحكي عن فريق بيصطاد الأشباح بكل بساطة. مارتن ميستري طبعا معروف، بيحكي عن مارتن اللي بيشتغل في منظمة سرية وبيحقق في قضايا غامضة. بطريق مدغشقر من إنتاج نيكلوديان ودريم ووركس بيحكي عن فريق متكون من 4 بطاريق بيحاربوا الجريمة. سبونج بوب للمرة الرابعة معانا. مغامرات جاكي شان. تارا دينكن. ده كرتون مغامرات بيحكي عن بنت اسمها تارا بتكتشف انها مش انسانة عادية وعندها قدرات سحرية. كونغ فو باندا من انتاج دريم ووركس، وطبعا ده المسلسل اللي اتعمل بعد فيلم كونغ فو باندا اللي نزل سنة 2008. ابطال كرة السلة، كرتون من نوعية الكرتون الرياضي. سلاك تيرا اللي ناس كتير سألت عليه الفيديو اللي فات، بيكون فيه وحوش صغيرة وهم بيجمعوها، حاجة كده زي بوكيمون زمان. فروتي روبوت لسه موجود من السنة اللي فاتت. مغامرات جاكي شان مرة تانية. سوبر بي. سوبر بي من إنتاجات نيكلوديان بيحكي عن بنت في فريق الكشافة وبتحاول تجمع كل الشراب. وأخيرا فولترون المدافعون عن الكون، ده واحد من الكرتونات الكتير بتاعت فولترون. دي كل حاجة في سنة 2013. جدول البرامج مش أحسن حاجة لكن لسه موجود فيه حاجات ممتازة. نروح لسنة 2014. ده شكل الموقع، طبعا فيه تغيير عن شكل السنة اللي فاتت. الألعاب، الحلقات، القصص، المذيعين، وانضم مذيع جديد للقناة اسمه نبيل، وفقرة قراءة الرسائل بقى اسمها تواصل. ونروح لجدول البرامج. تريف وتوم. سيلفستر وتويتي ده من إنتاج لوني تونز. فريكازويد ده من شركة وورنر وهو كرتون عن بطل خارق مجنون وبيظهر معاه أحيانا أبطال من أبطال دي سي. الجاسوسات معانا. دانيا. هنا ام بي سي 3 حولت المذيعة دانيا لشخصية كرتونية بتعمل الأداء الصوتي بتاعها الأستاذة دانيا الشافعي بنفسها. أسطورة كورة، طبعا غني عن التعريف. كورة بتبقى الأفاتار بعد موت الأفاتار إنج. عيش سفاري مكمل للموسم الثامن. الفانوس الأخضر بيحكي عن مغامرات جرين لانترن مع أبطال دي سي. تواصل، خطوات ناعمة، تواصل تاني، دانيا مرة تانية، سكر أكاديمي. وعندنا محققون العدالة، ده اللي هو شباب العدالة، مساعدين أبطال دي سي بيتجمعوا وبيعملوا فريق أبطال خاص بيهم وبيكون القائد روبن. اندماج الديجيمون، ده واحد من مواسم أبطال الديجيتال تقريبا، واحد من كرتونات فولترون. شباب العدالة مرة تانية. وكده انتهى اليوم. ده كان جدول سنة 2014. طبعا أعمال زي أسطورة كورة وشباب العدالة عملت إنعاش للقناة في السنة دي. وخلينا نروح لسنة 2015. شكل الموقع اتغير شوية وفي مذيعة جديدة انضمت للقناة اسمها مها. ونروح لجدول البرامج. الفقرة الصباحية هاي فايف، جو ديجو جو، دورة، دورية المخلب، الخروف شون، وأكيد توم وجيري. جاي الآلي وراستي، ده كرتون قديم جدا مش عارف بيعمل ايه في جدول 2015. سكوبي دو، ده واحد من كرتونات سكوبي دو المعروف طبعا. معرض الفن المزيف، ده انمي ياباني بيتكلم عن واحد بيحب الفن والتحف والآثار، بيفتتح متحف وبيبيع فيه أعمال مزيفة تقليد لأعمال أصلية. سبونج بوب ضمن فقرة نيكلوديان. ثانوية الفنون، ده كان كرتون مدرسي بيناقش حياة المراهقين لكن الشخصيات الرئيسية بتظهر كشخصيات واقعية في بداية ونهاية كل حلقة. باتمان الجرأة والشجاعة، ده نسخة جديدة من مسلسلات باتمان بأسلوب رسم مميز جدا وظهور لأبطال كتير من عالم دي سي. فرسان التنكاي، ده فيه آليين على شكل فرسان أو ناس بتلبس دروع وفي حروب بتحصل في الفضاء. حماس الكرة، بيحكي عن ولد بيحب يلعب كورة لكنه فاشل فيها وبيدور على لاعبين علشان يكون فريق. محاربو الشاولين، ده أحسن حاجة قابلتنا حتى الآن في السنة دي. طبعا معروف عندنا فريق من الأبطال بيحاول يجمع قطع متبعترة بشكل عشوائي في العالم قبل ما ياخدها الأشرار، وكل واحد فيهم بيمثل عنصر من العناصر، الرياح والمية والنار والأرض. ماكس ستيل مكمل معانا من السنة اللي فاتت. المتحولون الأبطال، ده اللي هو وولفرين والإكس من، واحد من أحسن المسلسلات المبنية على كوميكس. دي نهاية جدول 2015. طبعا تقريبا ده أسوأ جدول قابلنا حتى الآن بالمقارنة مع جداول السنين اللي قبله. يمكن أحسن حاجة فيه هي وولفرين وإكس من ومحاربو الشاولين، لكن مستواه للأسف أقل بكتير من السنين اللي فاتت. نروح لسنة 2016. ده الموقع تقريبا اتغير فيه شوية حاجات بسيطة. عندنا إعلان عن موسم من البرنامج اللي كانت بتقدمه عزة بتاع بنات وبس. وندخل على جدول البرامج. الفقرة الصباحية برعاية دورة. مغامرات بوب، أجنحة الإنقاذ، كرتون تاني، شون ذا شيب، عالم الطباشير من إنتاج نيكلوديان، بيحكي عن ولد بيلاقي طباشير سحري بيدخله لعالم الطباشير اللي بيروح فيه كل طباشير بيتمسح في عالمنا. تيربو فاست، الأبوان السحريان، ناس كتير برضو سألت عنه في الفيديو اللي فات وطبعا غني عن التعريف. كونغ فو باندا، أساطير الروعة، زي ما قلنا مسلسل بيكمل على نجاح فيلم كونغ فو باندا بتاع 2008. بطريق مدغشقر موجود معانا من السنة اللي فاتت. آليات الإنقاذ، رحلة المخاطر، ده كرتون مغامرات ممتاز. متمردي حرب النجوم، ده كان حروب ما بين جيش امبراطور الظالم وجماعة من الثوار المتمردين وكل الكلام ده بيحصل في الفضاء. عيش سفاري مكمل الموسم العاشر.
سبايدر مان الأقوى، واحد من كرتونات سبايدر مان. دراجون الخارق، ده كرتون قديم جدا مش عارف بيعمل ايه هنا في 2016. الباحثون عن العدالة، كرتون عن القوات العسكرية والحروب والكلام ده. أسطورة كورة، تقريبا ده الموسم الثاني. ومتمردي حرب النجوم مرة تانية. وكده وصلنا لنهاية اليوم ونهاية 2016 ونهاية رحلتنا في جدول برامج ام بي سي 3 عبر السنين. لو رجعنا نبص على الفترة من 2011 ل 2016 هنلاقي ان القناة عدت بفترة صعبة نوعا ما، واكيد مش بنفس سحر الفترة من 2004 ل 2010، لكن برضو كان لسه فيها لحظات عظيمة. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وقولي لي رأيكم في التعليقات ايه اكتر سنة عجبتكم البرامج فيها، ولو حابين اعمل نفس الفكرة مع قناة كارتون نتورك او اي قناة تانية اكتبولي في التعليقات. وبس كده، سلام.